اكتر حاجة تخلي الراجل يطفش من قعدة البيت هي لما يقولك انا مش لاقي ست اصلا في البيت، انا مش شايف ست اصلا عشان اقعد معاها في البيت، فقدت انوثتها، لا مهتمة بنفسها ولا جسمها ولا شعرها، نفس اللبس نفس الريحة نفس الجلابية نفس كل حاجة. خلي بالكوا يا ستات، اهتمامك بنفسك مش بس علشان جوزك، اهتمامك بنفسك في الاساس هو لنفسك. النص ساعة اللي انت بتقعدي فيها تعملي شعرك، جسمك، تهتمي بضوافرك، بشعرك، باي حاجة، خلي بالك ده بيفرق في نفسيتك قبل ما يفرق مع جوزك، بيخليكي ست تانية خالص، ست منتعشة، ست فايقة رايقة، فده بيفرق معاكي اكتر. وما تقعديش تقولي اصل انا اعمل ايه، شايله حمل البيت وشايله وشايله، الله يكون في عونك، بس الذكاء ان انت تلاقي لك ولو نص ساعه تهتمي فيهم بنفسك. وتاني حاجة بتطفش الراجل من البيت لما يكون حوارك مش ممتع، حوارك مش شيق. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة تشده لقعدة البيت، صوتك عالي، زعيق، نكد، لسان طويل، رغي على طول على طول، دايما بتتكلمي بلوم وعتاب، دايما بتشكي، اصل امك قالت، اصل امك عملت، اصل اختك كلمتني، اصل ابوك قال لي، انت ما بتقعدش معانا في البيت ليه؟ دايما شكوى ولوم وعتاب. فطبعا الراجل ما يحبش كده، وطبيعي ان هو يهرب من البيت.